من شر غاسق إذا وقب. نعم. أخوي بارك الله فيكم. نعم. حاولوا يعني شوف في قنوات سنية وفي قنوات شيعية تقوم بإشعال الفتنة بين السنة والشيعة. يعني يرحمونا انتم الاثنين، يعني ارحمونا، يعني احنا اخوان. نعم. نبغى نعيش اخوان. نعم. نبغى نتم اخوان. نعم. فما في داعي ان قناه. نعم. اخ داود احنا عن النبي لك نحن لم نشعل. لا ان شاء الله. ان شاء الله وجهة نظرك حلوه. ان شاء الله احسنت. بس لا تصعد دقيقه. لا تدلل. احنا في الكافي في اعاديد. اعاديد في كتاب الكافي. نعم. يعني العفير اللي حمار. استاذ عفوا اخ داود اخ داود نحن لم نقل بان الكافي كله صحيح مولاي. يقول لك بعد صحاح السنه لم نقل بانه صحيح. لا اخ داود احنا نوهنا في بدايه الحلقه، قلنا ان ما يؤلم اننا لم نتحدث عن سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم للوضع الكثير، لكثير من الوضع، ولذلك اتهمنا بأننا مبعدون كل البعد، بعيدون كل البعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ونهتم كثيرا بسيرة الأئمة، لكن اهتمامنا بعدم، لا نقول اهتمامنا بعدم سيرة النبي صلى الله عليه، للغط الكثير، يعني للتشويه والدس الكثير الذي مورس بحق النبي صلى الله عليه وآله. يا أخي ما نريد نجرح مشاعرك ومشاعر الآخرين عندما نتحدث بهذه القسوة. هذا موجود في المصادر، وما يندى له الجميل أنه موجود في المصادر يا أخي. نعم. لو تكرمت نعم. إذا الواحد يعني مثلا في صحيح البخاري هناك آلاف من الأحاديث. في أحاديث مثلا غريبة. نعم. يبغي لها شرح، مثلا عالم يشرحها. نعم. فإذا ناخذ مثلا ننقي بعض الأحاديث ونطرح أمام الجمهور أن هذا هو البخاري. طيب أريد أن أسألكم، حديث الكساء ماذا بشأنه؟ البخاري أو لم يذكره؟ إذا كان البخاري ناصبا لماذا يذكر حديث الكساء؟ إذا كان البخاري ناصبيا لماذا يذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إذا كان البخاري ناصبيا لماذا يذكر فضائل الحسين والحسن؟ سيد الكريم، احنا اخدمك بكلمه. استاذ داود الحديث لا يوجد في الكافي ولا يوجد في من لم يحضره الفقيه ولا يوجد، هذا يوجد في صحيح البخاري. نحن تعلمنا ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه من صحيح البخاري وليس من استاذ داود. خلي اخدمك بقضيه حبيبي، خلي اخدمك بقضيه. نعم. احنا الان عندما نقول بان صحيح البخاري نقل هذه الاحاديث، المفروض ان ينبري الاخوه من علماء اهل السنه ان ينبروا في ضروره تنقيه صحيح البخاري من الشوائب، من هذه الموضوعات.